ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المره دي هتكون وصفه مكرونه سهله جدا، هنعملها بدون سلق المكرونه وفي ربع ساعه بس هتكون خلصت. وبتطلع طعمها كريمي وجوسي وحلو قوي، يعني الناس اللي بتحب اكلات المطاعم بقى الجوسي اللذيذه دي الوصفه دي هتعجبكم جدا. وبسيطه قوي، مش تاخد مننا مجهود ولا وقت خالص، وبتطلع مضمونه ان شاء الله. ولو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله. بصوا بقى لما بتطلع من الفرن جميله ازاي. انا سبتها تهدى شويه ولكن هي طالعه جميله قوي بجد. بصوا حتى لو ملاحظين فيها نسبه صوص حلوه قوي. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه هقطع الفلفل الاخضر بتاعي شرايح عشوائيه كده. بعد كده هقطع برضو البصل بتاعي شرايح كده برضو. بعدين بقى هجيب الطاسه بتاعتي اللي هشتغل فيها او الصينيه اي حاجه هتشتغلوا فيها، وهديها رشه زيت بسيطه كده بس عشان المكرونه ما تلزقش. وبعدين هجيب المكرونه بتاعتي. التركه في الوصفه دي ان احنا ما نكترش من المكرونه، يعني نستخدم الكميه شايفين دي. ده انا اخدت من الكيس الكيلو، اخدت منه قسمته على 3 اجزاء. استخدمت يعني الجزء الاولاني من ال3 اجزاء، فاهمين قصدي؟ يعني ما تكتروش المكرونه دي اهم حاجه عشان ما تطلعش معجنه ومش ظريفه. واحط معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود وادي تقليبه كده. ما تقلقوش احنا كده كده لسه هنضيف حاجات يعني، وهنضيف ميه وكده. فالحاجات دي كلها هتدوب وهتتحرك وهتتوزع كويس. بعدين هضيف مكعب مرقة، وهضيف شوية البصل المتقطعين، وبعدين هضيف شوية فلفل أخضر برضو اللي قطعتهم. وهنزل بالمية المغلية، أهم حاجة تكون مية مغلية، دي أهم حاجة برضو من التركات اللي في الوصفة. وهقلب بقى، فهتلاقوا الملح والفلفل الأسود والمرقة كلهم اتوزعوا كويس ودابوا. نقلب كده كويس عشان التوابل اللي حطيناها تتوزع كويس في المكرونة كلها. وهزود سنة مية تاني بس بسيطة كده، تغطي بس ايه، يا دوبك تغطي المكرونة بحاجة بسيطة. وبعدين هضيف شوية موتزاريلا كده. وبعدين هضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. وطبعا لازم نكون مسخنين الفرن عقبال ما نشتغل، تكونوا سايبين الفرن يتسخن على درجة حرارة 250. بعدين هقلب كده بقى كويس خالص، واوزع الحاجة كويس خالص. وهدخلها الفرن شوية تتشرب ميتها شوية. وبعدين لما الاقي المية بدأت تهدى كده شوية وتتشرب والمكرونة بدأت تطلع لفوق كده، هطلعها من الفرن واضيف شوية موزاريلا على الوش بقى عشان تدينا اللون الذهبي الجميل. وهتطلع بالمنظر الجميل ده. ويا رب تكون وصفة عجبتكم واتمنى تجربوها. وشكرا جدا مشاهدتكم، تابعتكم.